مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين من جديد في فقرتنا الثانية من برنامج استوديو الإخبارية. صوت المواطن هو صوت لأهالي محافظة خميس مشيط ومعاناتهم البيئية والصحية من سوق خميس مشيط. نتابع التقرير ثم نعود للنقاش. من هنا ومن محافظة خميس مشيط التي تعد من أولى الوجهات الاقتصادية على مستوى المملكة بما حظيت به من توسع سكاني كبير ووجود العديد من الأسواق التجارية والصناعية الكبرى. منذ أمد بعيد كانت محافظة خميس مشيط وما زالت مقصدا تجاريا على مستوى منطقة عسير وضواحيها، وخاصة في تجارة وتسويق المواشي بشتى أنواعها. وسوق الخميس الذي يعد السوق الأول للمواشي في المنطقة ما زال يفتقد للكثير من أبجديات الأسواق التجارية تنظيما، فهو وكما يراه زائر السوق يفتقد إلى التنظيم والمراقبة الصحية وغيرها من الأولويات التي تهم مرتاد سوق المواشي بخميس مشيط ومسلخه الذي يقع إلى جوار السوق، كونه المسلخ المرخص في المحافظة والمراقب من بلدية محافظة خميس مشيط. هذا المسلخ وسوق المواشي الذي يقع ملاصقا لمحطة الصرف الصحي بشمال محافظة خميس مشيط، الذي يعد عرضة لانتقال الأمراض والجراثيم الدقيقة والحشرات المؤذية، وكذلك سوق الفواكه والخضروات والتمور الذي يفصله عن محطة الصرف الصحي واد بات مرمى للخضار والفواكه الفاسدة دون مراقبة أو خوف من الله في ظل غياب الجهات الحكومية المراقبة والمسؤولة عن السوق أو اهتمام من المتعهد القائم بأعمال السوق، نظرا لوجود الكثير من التجاوزات الصحية وخاصة في طرق التخلص من الخضروات والفواكه الفاسدة التي تصب عنوة في أحواض وحاويات النفايات الموجودة في السوق التجاري الأكبر بمحافظة خميس مشيط. للاستديو الإخبارية عبد الله العبيد، خميس مشيط. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. تابعنا التقرير ومستوى جهود بلدية خميس مشيط تجاه السوق الذي يعد من أكبر الأسواق بمنطقة عسير. وللحديث حول هذا الموضوع ينضم معي من استديوهاتنا في عسير الأستاذ سعيد خماش، مدير إدارة الاستثمار ببلدية محافظة خميس مشيط. أهلا وسهلا فيك أستاذ سعد. أهلا وسهلا فيك أستاذ ياسر. تصحيح للاسم، الاسم سعد الخماش. سعد الخماش. اي نعم. حياك الله، أهلا وسهلا، مدير إدارة الاستثمار ببلدية محافظة خميس مشيط. نعم. أستاذ سعد، يعني نحن نعلم أنه في عام 1439 أو 29 عفوا صدر توجيه بنقل السوق، يعني سوق الغنم، ولم ينفذ هذا القرار. الأهالي طبعا قدموا شكاوي كثير، آخرها كانت لديوان المظالم يعني تقضي برفع الضرر عنهم وصدر حكم لصالحهم، ومع ذلك لم ينتقل السوق. سؤالي لك، لماذا ما زال السوق في أو سوق الأغنام تحديدا ضمن النطاق العمراني في خميس مشيط؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. البلدية استشعرت مسؤوليتها بوجود سوق الأغنام داخل النطاق العمراني أو داخل المخططات السكنية، فكانت لها أن تبادر بوجود عدة حلول وقتية وطويلة المدى. وطبعا اختيار الموقع الجديد للسوق بيكون لازم أن يكون خارج النطاق العمراني، والعقد مع المستثمر الحالي ينتهي في عام 1438 منتصف 1438. بالنسبة عدم تنفيذ القرار أو أي خطابات موجهة للبلدية، فكانت عدم وجود البديل، الموقع البديل للمسلخ أو سوق الأغنام. هذا لا يعفي أنه ما في بديل، لا يعفي البلدية من أنها هي تبحث عن بديل أو حتى تصنع بديل بعيد جدا. يعني أنا خليني بقول لك، إحنا لو افترضنا أن السوق القديم ما كان فيه تمدد عمراني زي ما تقول أنت في خميس مشيط سابقا، ليش البلدية ما تتابع على أقل تقدير وتفرض قيود وأنظمة على أصحاب المواشي بوضعها داخل حظائر، ربما ضبط المخالفين، يعني كمرحلة حتى تجد البلدية منطقة يمكن
بدون نقل السوق لها، وهذه ترى مسؤولية تقع على البلدية بشكل رئيسي. نعم يا أستاذ العزيز، البلدية وجدت الموقع حاليا، والبلدية تعمل حاليا على وضع البنية التحتية للموقع، فلا يمكن أن إقفال المصلخ أو سوق الأغنام وعدم وجود البديل. البلدية تعمل على موقع الآن وتم طرحه في مزايدة عامة، سيتم فتح مظاريفها نهاية هذا الشهر، بيكون سوق نموذجي جدا. طيب وين موقعه؟ موقعه يبعد عن السوق الحالي 5 كيلو على طريق وادي بن هشبل، في أرض مساحتها 582 ألف متر مربع. طبعا السوق بيكون نموذجي جدا. تم زيارة عدة أمانات داخل المملكة واستقصاء منهم أفكار جديدة للمصلخ للأسواق الأنعام جميعا. طيب هذا مؤشر إيجابي حقيقة من البلدية أنها هي بدأت تتحرك، ولو أنه التحرك متأخر كثير. خلينا في مسلخ البلدية الآن، يعني كيف تقيم مستوى مسلخ البلدية وإمكانية يعني إمكانياته، موقعه من السوق المواشي، أيضا عندك قضية محطة معالجة الصرف الصحي، كل هذه كلها إشكاليات. قضية محطة الصرف الصحي هذه تندرج تحت إدارة مديرية المياه، يعني ليست من اختصاص البلدية. بس أنتم اللي تحددون، البلدية اللي تحدد المواقع. يعني أنتم لو تكلمتم مع مصلحة المياه كما ذكرت بأنه هذا يشكل إشكالية كبيرة، لأنه وجود المكان هذا، محطة معالجة الصرف بالقرب من سوق المواشي، بالقرب من يعني هي مجموعة من الأشياء. يعني أنتم أيضا عندك سوق الرمل، البطحة، كل هذه الأشياء. الإشكالية تكمن فين؟ في أنه هذه تهدد الصحة وتهدد البيئة، لأنه الناس المنطقة أهلة بالسكان. صحيح أستاذي، المنطقة هذه كاملة مخطط يسمى مخطط الأسواق. البلدية حاليا تعمل على نقل هذه جميع الأسواق إلى خارج المخططات السكنية أو النطاق العمراني، من المصلخ، من الأسواق البطحة، من أسواق الفحم، من أسواق الحطب، سوق الأعلاف كذلك. يا أستاذ سعد اسمح لي على المقاطعة. الناس تشتكي ترى، يعني إحنا وصلتنا كثير يعني بشكاوي من الناس حول هذا الموضوع. يعني زي ما قلت لك أنا في البداية أنه من عام 1429 إلى الآن ما صار شيء بحجة أنه ما في بديل. أنت شخصيا، أنت أستاذ سعد، لو كنت ساكنا قريب من هذا المكان، بالله ترضى أنه يكون محطة معالجة الصرف الصحي، سوق المواشي، سوق الرمل، البطحة، الفحم، كل هذه الأشياء يعني بالقرب منك لو كان منزلك أنت قريب؟ أكيد منسوبي البلدية جزء من المجتمع، وأكيد أنهم يستشعرون المشكلة هذه، وجود سوق الخضار أو سوق الأنعام بوجود الصرف الصحي. هل أنتم زرتموه؟ هل تعلمون بوجود هذه الإشكالية؟ نعم، فيها قسم إدارة صحة البيئة متواجدة بالموقع، يعني وجود طبيب بيطري مداوم داخل وجود لهم مكاتب داخل المصلخ. الرقابة الصحية. هل تستشعرون هذا الخطر من خلال زياراتهم؟ يعني اللجنة اللي زارت هل استشعرت هذا الخر؟ نعم نستشعر، لكن في حلول وجود فرق صحية داخل المنطقة سوق الأنعام من أسواق الرش المبيدات. أستاذ سعد اسمح لي أنا أشعر أنه ما في منطقية بصراحة في الكلام، لأنه يعني أي صحة أنت تتكلم عنها، أي بيئة، يعني البلدية يعني كيف هي تستوعب أنه يعني مصلحة صرف صحي، يعني محطة صرف صحي بجانب سوق المواشي؟ يعني هذه عمرها ما صارت في أي مكان في العالم. لا إن شاء الله أنا في القريب العاجل، أنا خلال هذه الفترة القريبة أنا أوعد أن سوق المصلخ والأنعام ينتقل إلى موقع الجديد وبعيد عن الصرف. عطنا تاريخ أستاذ سعد، عطنا موعد محدد. حنا فتح مظاريف أو سوق الأنعام الموقع الجديد في نهاية هذا الشهر. الناس تخشى لأنه صار في قضية زي ما قلت لك من 29، وصار في أيضا قرار من ديوان المظالم، ما في ولا تحرك. لا إن شاء الله، عطني تاريخ معين الله يعافيك، عطني تاريخ. سيرون النور في الموقع الجديد لسوق الأنعام وسوق المصلخ، وبعيد عن هذه المواقع اللي متواجدة الحين. طيب
متى بيصير فتح المظاريف؟ احنا نبغى تاريخ بس عشان نطمن. نهاية هذا الشهر بيكون فتح المظاريف. نهاية شهر 2 إن شاء الله. نهاية هذا الشهر، شهر 2. طيب ونحتاج بعدها تقريبا شهر. مراحل الترسية من شهر إلى شهرين بالكثير. يعني احنا بنتكلم على نهاية شهر 3. الموقع حاليا يعني تم تسويته من قبل معدات البلدية، وانتقال يعني تريد البلدية نقلهم إلى الموقع الجديد إلى الوقت اللي يتم فيه إنشاء المصلخ. طيب. والحظاير والوحدات البيطرية. ممتاز. يعني نهاية شهر 3 بداية شهر 4 حنستضيفك، حنتابع الموضوع هذا، حتكون معنا إن شاء الله ضيف إن شاء الله. طيب خليني أسألك يعني بالنسبة للتنظيم للوضع الحالي، هل في تنظيم عندكم لمسألة الروائح، الأعلاف، عوادم السيارات، كل هذه الأشياء بالإضافة إلى يعني الخطر البيئي في مسألة وجود محطة الصرف الصحي؟ هل في تنظيم الآن على أرض الواقع؟ تنظيم من ناحية وجود الصرف الصحي ونقله ولا يعني سوق الفواكه أيضا موجود في هذا المكان، هل عندكم احترازات من الناحية الصحية؟ هل وزارة الصحة تشارك في وجوده؟ لأنه هذا خطر كبير جدا، محطة الصرف الصحي بالقرب من سوق الخضروات. وزارة الصحة، وزارة الزراعة هي اللي تشارك مع مندوب وزارة الزراعة، يشارك مع مندوبي البلدية ومنسوبي البلدية في الإشراف على سوق الخضار. أنا أريد أن أنبه إلى أن سوق الخضار والفواكه حاليا ينتهي عقده بعد شهر ونصف تقريبا، وتم ترسية موقع جديد يعني يكون مسؤولة عنه جمعية خميس مشيط الزراعية. وين موقعه؟ وين مقره هذا؟ على طريق برضو طريق وادي بن هشبل، يشمل عدة أسواق داخل محيط معين، من سوق للخضار والفواكه، سوق للطيور، سوق للحوم، سوق للتمور. الحين أستاذ سعد جيد، الحين احنا كل ما نتكلم أنت تقول أنه فتح المظاريف وأنه لا يعني هذا تم ترسيته. طيب هذا تم ترسيته، ما يخالف. اسمعني بس، هل البلدية لا تستطيع أنها توقف العقد السابق؟ هي لديها من الإمكانيات ولديها من الصلاحيات أنها هي تضيف شروط إضافية في العقد وتوقف أو توقف هذا عملية البيع والشراء بالقرب من مصحات الصرف الصحي. هذا خطر كبير ما حد يرضاه أستاذ سعد. سوق الخضار الحالي والفواكه تحت وجود إدارة صحية متواجدة في السوق. لا يمكن أن بيكون هناك في محافظة على صحة المواطن. لا يمكن أن يعني نعرف أن المواطن صحته تهم جميع مسؤولية البلدية. فوجود مندوب البلدية ومندوب وزارة الصحة ومندوب وزارة الزراعة هذه كفيلة إن شاء الله أنها تكون محافظة على المواقع والسوق بكامله. نعم. طيب أستاذ سعد، انتهت هذه الفقرة. هذه رسالة حقيقة للأمانة، رسالة لأمانة منطقة عسير التي دائما هي تسعى لتلميع صورتها، وزي كل الوزارات اللي هي تحاول أنها هي تلمع صورتها في الإعلام، أنه هي تقف بشكل يعني حقيقي، تقف على هذه المعاناة، معاناة الناس من جراء يعني وجود هذه يعني التلوث البيئي في منطقة السوق. أنا أقول لك يا أستاذ سعد، وأقول أيضا لمسؤول الأمانة إنه تنزلون أنتم بنفسكم وتشوفون على أرض الواقع، تشوفون يعني وش الأسباب، تحاولون تجدون أسباب يعني أو تبحثون عن الأسباب الحقيقية اللي منعت من انتقال السوق. لأنه من عام 1429 صدرت توجيهات يعني بنقل السوق، لم ترى النور. الآن لو نحسبها تطلع 8 سنوات. وإن شاء الله أنا سأكون ضيف قريب لكم وأبشركم بموقعها الجديد إن شاء الله. إن شاء الله. الله يعطيك العافية. شكرا جزيلا لك الأستاذ سعد خماش، مدير إدارة الاستثمار في بلدية محافظة خميس مشيط.